أهلا بيكم في حلقة جديدة بنتعمق فيها سوا في كواليس صناعة العطور. النهاردة بنبص على موضوع ممكن يبان غريب شوية. ليه يعني تقليد عطر مشهور يعتبر خطوة ممكن نقول أساسية في تعليم أي حد عايز يبقى صانع عطور؟ معانا نصوص متخصصة في المجال ده وبتحاول تشرح إزاي النسخ ده ممكن يوصل للإبداع في الآخر. أهلا بيكي. والسؤال ده فعلا مهم، يعني هو مفتاح لفهم حاجات كتير. أصل عملية المطابقة أو التقليد دي هي زي تدريب عملي مكثف قوي، بتكشف له قوانين التوازن والتناغم بين المكونات، وحاجات صعبة تتشرح بالكلام، بس لازم تجربها بإيدك عشان يعني تستوعبها بجد. طيب خلينا نمشي مع رحلة التعلم دي خطوة خطوة. المصادر بتقول إن البداية يعني ممكن تكون محبطة شوية. المبتدئ بيبقى متحمس ويعمل تركيبات كده، بس لما يجي يخلق حاجة جديدة خالص من دماغه الدنيا بتقف معاه، بيحس إن الموضوع أصعب بكتير. بالظبط. وهنا بقى بتدخل فكرة التعلم من الكبار. بصي، زي طلبة فنون جميلة كده، بيقعدوا ينسخوا لوحات الأساتذة في المتاحف بالساعات. ليه؟ عشان يتعلموا اللغة، الأسلوب، التكنيك. مطابقة العطور الكلاسيكية بتعمل نفس الشيء، بتعلم المتدرب الأبجدية الجمالية للعطور دي. وهنا بقى التكنولوجي بتدخل. الGCMS اللي كنا بنقول عليه، الجهاز العبقري ده اللي بيحلل العطر. الGC بيفصل المكونات والMS بيتعرف عليها، فبيديك زي روشتة تفصيلية للعطر. والمصادر بتقول إن ده سرع الدنيا جامد. سرع بس هنا في تحذير مهم قوي في المصادر دي. لو اعتمدت على الروشتة دي وخلاص، يعني ممكن تقع في فخ. المتدرب لازم برضو يطور حاسة شمه هو، يكتشف النسب دي ازاي بتشتغل سوا، وليه المبدع الأصلي اختارها كده. الفكرة مش بس في ايه المكونات، لأ، الأهم ليه وإزاي اتحطت بالشكل ده. التكنولوجيا تديك الإيه، بس التقليد والتجربة يعلموك الباقي. يعني الشم نفسه ليه طرق وتكنيكات زي إيه مثلا؟ المصادر بتتكلم عن حاجة اسمها الشم التحليلي، إنك تتابع العطر وهو بيتبخر وتلاحظ طبقاته. يعني إيه اللي بيظهر في الأول وإيه في النص وإيه اللي بيثبت في الآخر، زي المسك مثلا، كأنك بتقشر العطر كده. وفي كمان الشم المركز، دي مهارة تانية، إنك تقدر تركز على ريحة معينة وبعدين كأنك بتعملها ميوت في دماغك عشان تلقط الروايح التانية اللي جنبها أو وراها، وتفضل تقارن بين العطر الأصلي والعينة بتاعتك وتصطاد الفروقات. دي شغلانة دقيقة. وفي نقطة تانية لفتت نظري قوي، الشم بالأنماط. دي بقى حتة محتاجة تركيز. يعني الخبراء مش بيشموا مكون مكون وخلاص، لأ، ده بيتعرفوا على عائلة العطر كلها ككتلة واحدة الأول. زي مثلا الفوجير، الريحة الخضراء الرطبة دي، بيعرف الإحساس العام ده قبل ما يحدد لافندر ولا باتشولي ولا إيه بالظبط. بالظبط كده. والقدرة على إدراك الأنماط دي هي فعلا أساس المهنة. المخ البشري أصلا شاطر قوي في حتة الأنماط دي، بنعملها طول الوقت مع الأصوات والكلمات والصور. ومع التدريب حاسة الشم كمان بتتعلم تلقط الأنماط العطرية دي. بس أكيد في تحديات نفسية كمان بتقابل المتدرب. المصادر ذكرت مصطلح لطيف، الشم النفقي أو الشم المتمني. يعني الواحد من كتر ما هو نفسه النسخة بتاعته تطلع مظبوطة، ممكن يقنع نفسه إنها تمام وهي مش تمام قوي، يشم اللي هو عايزه يعني. بتحصل طبعا. الواحد بيبقى منحاز لشغله، والحل النصايح الكلاسيكية: سيب العينة لتاني يوم، شمها بعيد عن معملك، والأهم خد رأي زمايلك. النقد البناء بين المتدربين مهم جدا عشان الواحد يشوف الصورة كاملة، مش بس من زاويته هو. التعاون ده أساسي. نرجع تاني للGCMS والروشتة الكيميائية دي. المصادر بتقول إن الخبير بيستخدمها كدليل استرشادي كده. والأجمل بقى إن الخبير بعينه المدربة بيقدر يلمح بصمات المواد الطبيعية المعقدة وسط التحليل الكيميائي ده في الكروماتوجرام. وده بيأكد اللي قلناه. حتى مع أدق الأجهزة الموضوع مش مجرد نسخ بيانات، لسه في مواد صعبة زي الرتنجات أو مكونات نسبتها قليلة قوي ممكن ما تظهرش واضحة. وهنا بتفضل حاسة الشم الخبيرة هي الفيصل، هي اللي بتلقط الفروقات الصغيرة دي وبتضيف اللمسات الأخيرة عشان التطابق يبقى أقرب ما يكون. طيب وهل كل اللي بيطلب مطابقة بيبقى عايز نسخة طبق الأصل؟ المصادر بتوضح إن الأهداف مختلفة. ممكن عميل عايز حاجة من نفس العيلة بس، أو مستوحاة منها، وممكن حد تاني عايز نسخة قريبة جدا. وفي حالات تالتة ممكن يكون الهدف استبدال منتج موجود في السوق بمنتج أرخص والمستهلك ما يلاحظ.
والنقطة الأخيرة دي بالذات بتدخلنا في حتة الأخلاقيات المهنية. المصادر بتلمح للموضوع ده. في فرق كبير بين إنك تستلهم أو تعمل حاجة على نفس النمط وبين إنك تعمل نسخة طبق الأصل عشان تنافس بشكل يعني ممكن يكون مش شريف قوي، أو عشان تاخد مكان مورد تاني بسعر أقل. الموضوع ده ليه قواعد وأعراف بتحكمه في الصناعة. تمام، يبقى إيه خلاصة كل ده؟ إيه الفكرة اللي ناخدها معانا؟ الفكرة إن المطابقة دي مش مجرد تقليد أعمى، خالص. دي عملية تعلم معمقة جدا بتبني عند صانع العطور فهم حقيقي لأساسيات التركيب، للتناغم، وبتنمي عنده الحدس الإبداعي، بتخليه يفكر زي الكبار. وأنا عايز أختم بفكرة أخيرة كده، يمكن نسيبها للمستمع يفكر فيها. بما إن القدرة على فهم وتركيب الأنماط الشمية المعقدة دي هي الجوهر، والمخ البشري شاطر فيها قوي، يمكن الفن الحقيقي في العطور مش بس في المكونات نفسها، قد ما هو في طريقة نسج الأنماط دي مع بعض عشان تخلق إحساس جمالي معين. وده بقى شيء التكنولوجيا ممكن تساعد فيه، لكن صعب قوي تستوعبه أو تقلده بنفس القصد الفني الجمالي اللي عند الإنسان.